السلام عليكم ومرحبا بكم بقناة شيوات حنان لطفاوية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم باذن الله حبيت نشارك معكم الخبيزات ديال الدار بالدقيق القمح الكامل والشعير اللي كيجوا اكثر من رائعين وكيجوا لذاذ بزاف ورطبين وهشاش. ما نقولش لكم غير جربوهم وغادي ينالوا الاعجاب ديالكم، لما لا. وما تنسونيش من الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبارطاجيو مع حبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. ودابا غندوز باش نعطيكم المكونات والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. في واحد القصعه عندي هنايا واحد الزلافه عامره ديال الدقيق ديال الشعير كيف راكم تشوفوا معايا. وغنجيب واحد الغربال اللي كيكونوا العيون ديالو صغار وكنغربلو مزيان، لان هاد الدقيق ديال الشعير اللي كنشري من الطاحونه ضروري كيكون فيه ديك النخاله ديالو. غادي نغربلو مزيان، ومن بعد ديك النخاله البنات راه غادي نحتفظ بها. كنعاودو نغربلوها وكنخلو ديك البلبوله رقيقه كنخلوها هكا تنقرصوا بها الخبز ديالنا. هنايا عندي انتم شوفوا معايا البنات، راه كنوريكم ديك النخاله اللي بقات ليا. وهنايا غادي نضيف ديك الزلافه ديال الدقيق القمح الكامل كيف راكم تشوفوا معايا. وعندي واحد الملعقه صغيره اختياريه ديال الكمون، ولكن كيجيو غزال ما نقولش لكم، بالاخص في هاد الخبيزات يمكن لكم ديروا النافع او حبه الحلاوه او اللي عندكم نتوما البافو او اللي عندكم نتوما كتقطعوا به بالبيت ديالكم. عندي هنا واحد الملعقه صغيره ديال الملحه، وعندي هنايا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه صافي. هنا واحد الملعقه عفوا البنات ديال الملعقه ديال زيت الزيتون. حتى هو اختياري ولكن كيجيو غزال في الطعم ديالو. في دوك الخبيزات كيجيو غزال ما نقولش لكم. هنايا صافي كنجمع بداك الماء الدافي، ضروري ما يكون لينا الماء دافي صافي. هاد بالنسبه هاد العجين ديال الدقيق القمح والشعير ما كنحتاجوش نهائيا الدلك ديال هاد العجينه، صافي غير كنجمعوها كيف راكم تشوفوا معايا. والعجينه ديالنا ضروري تكون مرخوفه، ما تكونش البنات هكا تكون يعني قاصحه شويه، ضروري ما تكون مرخوفه. صافي انا غنستمر هكا حتى كنكمل وكنجمع العجين ديالي كيف راكم تشوفوا معايا. كيف راكم تشوفوا معايا وريتكم العجين تتجينا مرخوفه. هنايا غنجيب شويه ديال زيت الزيتون او زيت النباتيه اللي عندكم نتوما، كندهن بها العجين ديالي وكنجيب واحد البلاستيكه وكنغطيها وكنخليها حتى كتخمر ليا. انا خليتها هنايا نصف ساعه، ضروري ما كندير لها بلاستيكه وكنغطوها البنات دغيا دغيا كتخمر لينا. وهنايا من بعد ما اختمرت ليا العجين ديالي كيف راكم تشوفوا، ضروري هنا كنحط حدايا شويه ديال الماء وكنحط حدايا البلبوله ديال الشعير اللي عندكم نتوما. بغيتو تقرصوا بالبلبوله او السميده او البافو اللي عندكم نتوما، كديروه لداك الكويرات، يعني تفندوهم فيهم. انا هنايا غنكتفي غير بديك البلبوله البنات اللي عاودت غربلتها، ما عنديش غرده بزاف بين وبين. هنايا كندير شويه ديال الماء في يدي وصافي كنبقى ندير كويرات صغار كيف راكم تشوفوا معايا. بالنسبه للحجم ديال الخبيزات راه نتوما يعني كتحكموا فيه. انا هكا فضلت نديرهم الصغار، خرجوا لي هنايا 8 صافي. هنايا غنجيب ديك البلبوله البنات اللي من بعد كي قلت لكم وجدتها. ضروري البنات ما نفزقوا ليدينا ملي كنبغي نديروها في ديك البلبوله باش كتشد لينا مزيان في دوك الكويرات. هانتوما شوفوا معايا الطريقه راه باينه وواضحه. وانا جايبه حنايا حاطه حدايا واحد اللاطه، اين فوا كنحيدها البنات صافي كنحطها في اللاطه وانا غنستمر هكا حتى كنكملهم كاملين. انا درت غير هاد الكميه قليله، مي البنات راه كنعجن كميه كثيره وكيجيو غزالين ما نقولش لكم والله العظيم. غير جربوهم وغادي ينالوا الاعجاب ديالكم، وغادي تجربوهم بالبيت ديالكم وغادي يوليو معتمدين عندكم. هنايا صافي انا كيف راكم تشوفوا معايا صافي انا جبت اللاطه كيف راكم تشوفوا. كيف قلت لكم راه ما دهنتها ما حتى شي حاجه، حطيتهم هاك في اللاطه. بالنسبه للكراسه البنات ما كنقرصوهمش مزيان لانهم فيهم غير دقيق الشعير والقمح الكامل، ما فيهمش نهائيا الدقيق الابيض اللي كيخلي الخبز ديالنا كيخلي لنا طالع. صافي هنايا كيف قلت لكم انا كنقرصهم غير شويه. ها نتوما شوفوا معايا صافي. هنايا انا راه مشعله على الفرن وناقصه عليه. هنايا غادي نغطيهم وغادي نخليهم هكاك واحد 10 دقائق، لانني في الاول خليتهم خمروا ليا مزيان
ومن بعد البنات كنجيب رازوار ولا فرشيطه ولا اللي عندكم نتوما بالبيت ديالكم على حساب نتوما شنو بيتو. صافي انا هنايا غنجيب ديك الرازوار كل حاجه وغندير الشكل، وغندير واحد هكا بواحد الملعقه صغيره واحد التقيبه الوسط. كنخالف البنات الانسان راه حتى العين كتاكل، يعني كنحاولوا نتفنوا هكا في دوك الخبيزات. كيف راكم تشوفوا معايا، مره درت هكا زائد، مره درت جوج شريطات، مره درت شرطه واحده، مره ها نتوما شوفوا معايا غنجيب غير المعلقه هكا وغندير واحد التقيبه الوسط. ودابا صافي دابا البنات كيف راكم تشوفوا معايا غادي نغطيهم غير واحد القسم هكاك، وغادي ندخلهم الفران يطيبوا ليا على نار من التحت. بالنسبه الطياب اللي كنطيبوا به الخبز عادي تيكون الفران مجهد، النار كتكون من التحت والخبز البنات راه كتكون من الفوق. انا كنهضر لكم على الفران ديال الغاز، انا كنفضل نطيب الخبز في الفران ديال الغاز. وشوفوا معايا البنات كي كيجي والله العظيم راه كيجي هشيش، ما نقولش لكم كيجي غزال ورائع والله ما تشبعوا منه، مع واحد الكويز ديال اتاي وزيت بلديه او الزبده بلديه كيجي رائع ما نقولش لكم. وكنتمنى ان شاء الله باذن الله ينال الاعجاب ديالكم، لما لا. وما تنسونيش من الاشتراك في القناه ديالي وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، والتعليقات ديالكم الزوينه اللي كتحفزني دائما الى الامام. شوفوا معايا راني فتحت معكم وحده، شوفوا كي كيجي البنات والله العظيم هنا راه باقي سخون، وشوفوا كي كيجي غزال ورائع ما نقولش لكم ما تشبعوش منه. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من التعليقات ديالكم الزوينه اللي كتحفزني دائما الى الامام، والاشتراك ديالكم بالقناه ديالي وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وغادي نقول لكم بصحتكم وراحتكم والى فيديو لاحق، والسلام عليكم.